تفتكر إيه اللي يخلي جيش مهزوم ومكسور يتحول فجأة لأقوى جيش في المنطقة كلها ومؤسس إمبراطورية عمرها ما اتكررت؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الموضوع كله بيتلخص في اسم واحد، هو الملك أحمس الأول اللي طرد الهكسوس وأدرك الدرس القاسي اللي اتعلمته مصر منهم. تقصد إن الهكسوس ما كانوش بس احتلال، دول كانوا سبب في ثورة عسكرية غيرت شكل الجيش المصري للأبد؟ بالظبط كده. أحمس شاف سلاح الهكسوس الأقوى وهو العربات الحربية اللي بتطير على الأرض، والقوس المركب اللي رميته أشد وأدق. يعني أحمس ما اكتفاش بطردهم، ده خد منهم أهم تكنولوجيا عسكرية في الوقت ده ودخلها الجيش المصري؟ مش بس دخلها، ده عمل عليها ثورة تدريب. ما بقاش التدريب تقليدي، لأ، بدأ يدخل العرب الحربية كعنصر أساسي ومحوري في المعركة، وده غير تكتيكات القتال بالكامل. يا سلام، أكيد الموضوع كان محتاج مجهود ضخم علشان الجنود يتعلموا يستخدموا سلاح جديد بالشكل ده. كان تدريب بلا توقف على استخدام القوس المركب وهو أقوى من القوس العادي، وعلى قيادة العربات في تشكيلات قتالية معقدة. أحمس ربط بين المشاة والرماة بالعربات علشان يعمل قوة ضربة وسريعة الحركة بتكسر صفوف الأعداء. ده عبقرية عسكرية، دمج بين السرعة والقوة النارية والعدد في نفس الوقت. وعلشان يضمن إن الإصلاح يستمر، بدأ في تنظيم الجيش بشكل لم يسبق له مثيل. تقصد الهيكل التنظيمي زي بناء السكنات ونظام الترقيات؟ أيوة، بنى سكنات عسكرية منظمة ووضع نظام ترقيات بيعتمد على الكفاءة والشجاعة في المعركة بس مش على الواسطة. المحارب اللي بيظهر بطولة وشجاعة أحمس ما كانش بينساه. كان بيكافئهم إزاي؟ لأن المكافأة بتعلي الروح المعنوية جداً. كان بيكافئ الأبطال دول بالأراضي والذهب، ودي كانت أكبر حافز يخلي الجندي يضحي بروحه في سبيل مصر. بقى في طبقة عسكرية جديدة من المحاربين الأبطال، عندهم ولاء مطلق للبلد وللملك. ده بيحول الجندي الملك أرض، وبالتالي دفاعه عن البلد بيبقى دفاع عن أرضه وعن مستقبله. بالظبط. أحمس عمل جيش محترف وعقائدي، مش مجرد مجموعة من الناس بتخدم عسكريا. الجيش ده هو اللي أسس بعد كده عصر الإمبراطورية المصرية الحديثة اللي شفنا فيها ملوك زي تحتمس الثالث وحتشبسوت. الأسس اللي حطها أحمس في التنظيم والتسليح والتدريب هي اللي خلت مصر قوة عظمى لقرون طويلة. بقى الدفاع عن مصر بيتم على أرض الأعداء، وده كان أكبر درس اتعلمناه من الهكسوس. يبقى أحمس ما كانش مجرد طارد، كان مؤسس ومهندس لعصر جديد ومجد عسكري ضخم. قصة أحمس هي دليل إن الهزيمة ممكن تكون بداية لأعظم انتصار وثورة إصلاح حقيقية. وللعلم كل قصصنا خيالية للمتعة والتسلية فقط. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.